تعالوا شوفوا لقينا ايه النهارده عند الحمام. انت خلاص كده مالكش لازمه جوه، تعالى بره ونقسم دي كده يا شباب نص حبايه. ناخدوا النص دوت وتعالوا نشوفوا هنعمل بيه ايه. تعالي بقى كده زي الشطره. طبعا انتي كتر الف خيرك على كده، تسلمي، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. هنحطك فين؟ هنحطك فين؟ هنحطك هنا. بس قبل ما نحطك هنا تعالي نعمل معاك الصح. نمسك بقى النتايه ديت نعمل معاها الصح كده، نديها نص الحبايه كده اهو. طبعا لازم نبلها ونتاكد ان هي بلعتها. خش يلا بقى بدايه جديده كده، هنستقبلك 4 ايام ولا 5 ايام هنا وارجعك تاني، ما تخافيش. وتعالوا بقى نشوفوا هنا الزغلول بتاع امبارح، نطمنوا عليه. بسم الله ما شاء الله اهو بقى كويس، وحطينا له التمليح عشان خاطر رجله. تعالوا نحط لكم بقى كوبايه اكل كده عشان تاكلوا وتاكلوا الزغلول الصغير اللي جوه. يا برنس صباح الفل عليك، انت بقى تستاهل نقطتين من القطاره ديت. احلى مسا عليك، عملت اللي عليك وزياده. النتايه اللحمه شباب باضت معانا بضايه، اول بضايه النهارده اهي هي والدكر بتاعها. هناخده بقى معلقه من هنا نحطها هنا، وادي معلقه تاني. نبدأ بقى ننزله شوية مية عليهم من هنا، نفضل نقلب زي ما انتوا شايفين كده. وكل ما نقلب اكتر كل ما هنلاقي نتيجة اكتر واكتر واكتر. بص كده كل ما نقلب ايه اللي بيحصل زي ما انتوا شايفين كده. نسحب 10 سنتي من السرنجة الجميلة ديت كده اهو، نيجي للزغلول شبه كده، نسمي الله ونديله 10 سنتي. خلص السرنجة كلها المعلم. ممكن ناخد له شوية تاني عادي مفيش مشكلة، ناخده شوية تاني كده اهو. اهم شيء نفضي الهواء، ما نخليش هواء خالص في السرنجة، ونسمي الله كده ونديله الباقي. بصوا بقى الزغلول واقف عامل ازاي، بقى اسد معانا الحمد لله رب العالمين. وطبعا كالعادة نصبح على عصافيرنا اللي عاملين لنا دوشة، مش بيخلونا نعرف نصور الفيديو. ونجيب لهم الاكل بتاعهم ونحط لهم زي ما انتوا شايفين. الناس اللي بتسأل الاكل ده اسمه ايه، ده اسمه فلارس يا شباب، ده فلارس. الكوكتيل والرز بيعشق حاجه اسمها فلارس. نحط لهم الاكل عشان يسكتوا. ظبطنا العصافير وحطينا لهم الاكل بتاعهم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده مع الحمام. يا سلام بقى لما تخش عند الحمام بتاعك وتلاقيه عامل اكتر من حاجه مفرحاك. شغل دماغك بقى، الاكل غلي وكل حاجة بقت غالية عند الحمام، والنهاردة قررت أشغل دماغي عند الحمام. تعالى أوريكم هنعمل إيه مع جوز. طبعا الدكر اللي انتوا عارفينه دوت كان معاه نتاية، والنتاية بتاعته باضت، خليتها قاعدة على أول بيضة وتاني بيضة. بعد كده أخدت النتاية حطيتها في المكان الجميل دوت. نبدأ بقى نخدمها بالكالسيوم والفيتامين والأملاح المعدنية. ونفس الكلام برضو الدكر هنبدأ معاه نشتغل معاه 3 أيام خصوبة. طب ايه تاني موجود عندك؟ البيت دوت وديناه فين؟ تعالى اوريكم. البيت دوت حطيناه تحت الشقلباز هنا، وكتبنا هنا لو يبان معاكم غزار رقم 2. اتفقنا؟ البيت كان في نفس الميعاد وربنا كرمنا وعملنا الحركة ديت. اما بقى بالنسبة لبيت الشقلباز اهو، تمام يا شباب؟ البيت ده مش هيترمى، البيت ده هنعمل بيه حاجة تانية. بس الحاجة التانية اللي احنا هنعملها ديت هتفيد معاك اكتر واكتر. بس اهم شيء ما يكونش البيض عرق دم. طيب هتعمل ايه بالبضاية ديت؟ تعال اقول لك هنعمل ايه. بصوا كده معانا هنا زغلول ابلق اخضر. نوقف الكرسي كده. معانا هنا زغلول ابلق اخضر اهو. تعالى يا معلم هنصبح عليك احلى صباح. تعالى يا معلم. اهم شيء يا شباب الحركه اللي احنا هنعملها ديت ما يكونش البيت معرق دم. يعني البيت مثلا بقاله يوم بقاله يومين، وتعمل بقى الحركه ديت مع الزغاليل اللي عندك. ولسه في حمام تاني هنعمل معاه شغل تاني وهوريكم هنعمل معاه ايه. بس نبدا بالزغلول الصغير دوت. هنجيب بقى بيضايه يا جماعه، مثلا ديت اهي باين عليها ان هي دافيه، هنحطها تحت الكشاف ونتاكد ان هي ما فيهاش عروق دم. وهتيجي في كوبايه ميه شبه كده وتبدا تكسرها كده اهو. طبعا كان في مطرح ميكس مش هيزعل، الميكس اللي احنا حطيناه للزغلول الصغير خالص.
ونبدأ بقى نقلب البضاية كده بالميكس بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده. تمام، نخلطهم على بعض جامد قوي. وتعالى اوريك بقى تعمل ايه بقى. ده مصدر كالسيوم طبيعي، فيتامينات، املاح معدنيه، ده حاجه كده من عند ربنا سبحان الله وتعالى، طبيعي زي ما بيقولوا. طبعا العصفور كان عامل دوشه، سكتناه ورجعنا لكم تاني. وتفضل بقى بالمنظر كده تقلب وتخلط البيضه على قد يعني على بعضها. طبعا ده مصدر كالسيوم طبيعي، البيض كالسيوم متجمع طبيعي سبحان الله وتعالى يعني. فانت قبل ما البيض يعرق معاك دم تعمل الحركه ديت، وتجيب بقى السرنجه ال10 مللي، تسحب كده اهو زي ما انت شايف. بص سحبنا شكل السرنجه عامل ازاي. وتيجي على الزغلول تجيبه كده اهو، سمي بقى الله يا معلم، تديله ال10 سم كده. السرنجه فضيت والزغلول اتظبط معانا وبقى زي الفل. وزي ما انتم شايفين صبحنا على الزغلول بشويه كالسيوم واملاح معدنيه وفيتامينات طبيعي، مفيش احسن من الطبيعي، وندخله عند الاهالي اللي بتزقه. طبعا في ناس هتقول لي ده هزاز والزغلول ده مش هزاز، ايه اللي انت عامله ده؟ ده شغل تحضير. يعني بخلي الحمام الغالي يبيض واخد البيض احطه زي ما انتم شايفين كده، والبيض التاني اللي بيطلع مش برميه، بالعكس انا بخلي الزغاليل بتاعته تستفاد. طبعا كلنا فاكرين النتايه السوداء ديت، النتايه السوداء كان لسه واخدين منها زغلولتين. النتايه دي بصوا كده البياضه عندها فاضيه، دي في خلال يومين ان شاء الله بامر الله هتكون بايضه معانا. طب عرفت منين اللي هي هتبيض في يومين؟ تعالوا كده من ناحيه ظهرها كده اهو، هتلاقي الحته دي عاليه، معنى انها تبقى عاليه كده يبقى كده هي محضره بيض وخلاص هتبيض معانا. تعالوا اوريك بقى حاجه تانيه وحاجه اجمل وحاجه جميله جدا جدا. طبعا انتوا عارفين هنا متبقي لسه شويه من البيض، ممكن نسحبهم في سرنجه دلوقتي، وعند اي نتايه عندنا متاخره في البيض نديها برضو مباشر، وده مصدر كالسيوم الله اكبر عليه. تعالوا معانا بقى هنا، النتايه دي خلاص جابت معانا البيضتين. طبعا كانت بيضه واحده، ودلوقتي اهم بيضتين زي ما انتوا شايفين. كل اللي علينا هنقول لها كتر الف خيرك ونعمل معاكي زي اختك. طيب نعمل معاكي ايه؟ هنحطك هنا مع النتايات، بس قبل ما نحطك هنديكي نص برشامه كالسيوم. تمام، يبقى انت كده هتاخد من نتايه 3 عشوش او 4 عشوش بالكتير. ونيجي عند الذكر بقى نسمي الله كده عنده، نحط له 3 نقط. طيب ايه بقى، مين بقى اللي بايض معاكو او بايض في نفس الميعاد بتاعكو؟ تعالوا نشوفوا عندنا ايه بايض تاني نجهزه. المسافات دول النتايه ظهرها عالي اهي، تمام، ورمت معانا بضايه واحده لسه ما جابتش التانيه، ما ينفعش نعمل معاكم انتوا. ايه تاني بايض معانا؟ اليمني. طبعا اليمني خلاص ده قرب يفقس، ما ينفعش نعمل معاه كده لانه مش نفس الميعاد. طب في ناس هتقول لي ليه ما ينفعش في نفس الميعاد؟ هقول لك ليه، لان البيض لما يفقس معاك مش هيبقى نفس ميعاد التلبين. ايه موجود معانا تاني هنا؟ نطلع بقى فوق ونشوفه. لا هنا في نتايه بيضه المفروض كانت تبيض، تعالوا نبصوا عليها كده. تحت منها بيضه واحده بس لسه، التانيه اهي في الظهر بتاعها. يبقى انتوا خليكوا لحاجه تانيه. ايه تاني عندنا؟ الابالق دول هم مبصناش عليهم بقى اهو، دي بيضه واحده، تمام. وعندنا نتايه الشقلباز ديت المفروض تكون جابت التانيه، وان شاء الله تكون جابت البضايه التانيه. تعالوا كده نشوفوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك كده. تمام، تعالي بقى كده خلاص. دول البتين بتوع الشقلباز ناخدهم نقول لهم تعالوا هنا نديكم لاي زغلول او نديكم لنتايات. تعالوا شربوا قهوه يا شباب، دي اهم حاجه. كوبايه القهوه دي عند الحمام في السلاكه بتاعتك عشان تعرف تمخمخ كده مع الحمام. طيب تعالوا بقى نطلعوا البيض بتاع الغزار قبل ما ننسى. نطلعه لمين؟ نطلعه للشقلباز اللي فوق ونطمن نشوف هل هيقعد عليه ولا مش هيقعد عليه. هنا البياضه هنا نبدا ان احنا ننضفه بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده اهو. نسمي الله كده هنا، ناخدوا البيضتين بتوع الغزار هنا، تمام. ولو في شويه تحاديق ناخدوهم
كده اهو، ونسيب له الطاجن فاضي، ونرصوا البيضتين دول رصه حلوه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، ونبدا ناخدهم ونطلعهم للجوز اللي فوق، ونطمن نشوف الجوز ده هيقعد ولا مش هيقعد. نسمي الله كده مع بعض. تمام. اهم حاجه بالراحه، كل الكلام انت بتعمله دوت لازم يكون بالراحه عشان ما تكسرش بيضه، الحمام يتفجع منك يخبط بيضه برجله يكسرها. ونتابع ونشوفوا الشقلباظه هتعمل ايه. الله اكبر، دخلت تملح في شويه التحديق اللي احنا خدناهم من الغزار، وهتحن على البيض وهتقعد. لازم تحن وتقعد، لازم يا شباب تحن وتقعد اهو زي ما انتوا شايفين كده. 4 ايام بقى ولا 5 ايام هنشتغل مع النتايه دي كالسيوم. النتايتين هنشتغل معاهم كالسيوم واملاح معدنيه وفيتامينات. في خلال ال4 ايام دول او ال5 ايام بنرجع نكشف على البيض اللي هنا. يعني البيض اللي حطيناه تحت الشقلباظ دوت هنكشف عليه، والبيض اللي حطيناه تحت المسافات والشقلباظ بنكتب عليه. بس تعالى هنا ايه، نكتب غزار 2. تمام. لسه ما عملناش علامة صح، لما نعمل علامة صح يبقى البيض هيطلع معانا فيه خصوبة، لسه مش هنكشف عليه دلوقتي. تمام. وهنا هنقول له غزار 1 يعدي معانا 4 ايام ونكشف على البيض دوت او 5 ايام. لقينا البيض معرق دم، امين نسيبوه يكمل. مش معرق دم نبدا ان احنا نتصرف صح. طيب في ناس بتقول لي يعني ايه غزار 1 ويعني ايه غزار 2. بصوا يا جماعه، الغزار دوت انا حافظه، يعني انا حافظه فمسميه عندي 1 لانه عندي قديم قوي. اما اللي تحت دوت احنا فارخينه، فعشان كده كاتبه 2. ودي تعتبر علامه انت بتفتكر بيها، محدش يفتكرها الا انت بس، وانتوا كده هتبداوا تفتكروا معانا. والحنيه اشتغلت اهي يا شباب اهو. النتايه بصوا بقى بتاخد البيض على صدرها ازاي وبتقعد. خلاص كده حنت وقعدت، وان شاء الله ربنا يكرمنا والبيض دوت يطلع مخصم. تعالوا بقى هنا، اللحم قعد وعندنا هنا المسافات دوت. يبقى احنا كده فاضل لنا ايه يا شباب؟ فاضل لنا المسافات ده عليه بيضايه يبيض البيضه الثانيه، وفاضل لنا الاستراليات دول يبيضوا البيضه الثانيه، وعندنا هنا دول عليهم بيضه ودول لسه ما بيضوش. يعني ممكن ان شاء الله بامر الله ناخدوا البيض بتوع الابالق اللي تحت دول نحطه هنا ونحطه هنا، ونشوف هنعمله ايه مع بعض. احلى مسا عليكم، عايشتكم معايا شويه كده في السلاكه. عجبك الفيديو ووصلت معايا لحد الدقيقه ديت، يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس، واستنى كل جديد مع احلى اخوات في الدنيا. وعايزين قبل ما ننسى نقول لكم اللي انا استخدمته التأكيل اليدوي للزغلول دوت عشان اساعده، عشان ما ننساش. بس ده اسمه توب ميكس تأكيل يدوي، موجود كل يوم جمعة في سوق اسكندرية، ومتاح ان شاء الله شحن جميع المحافظات. طيب التحديق برضو نفس الكلام اللي احنا استخدمناه، واللي استخدمناه للذكر القطارة ديت اسمه الخصوبة، يعني هاء سيلينيوم الغنام. طبعا مجربينه في اكتر من فيديو عندنا، والحمد لله ربنا كرمنا في الحلال بتاعنا، وكله هيفرخ وكله هينتج وكله هيبقى عنده حمام وعنده زغاليل. بس اهم شيء تنظف عند الحمام وتنظف عند الزغاليل. واستنوا في كل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.